بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو اليوم لتحليل الاسهم. حابين دايما نفكركم ان احنا عندنا قناه عامه بنسيب الرابط بتاعها في اول تعليق للي حابب يشترك. بننزل سهم مجاني اول كل اسبوع. اتمنى يكون السهم هيفيدكم. نبدا تحليل النهارده ونبدا بالمؤشر الثلاثيني. المؤشر الثلاثيني مكمل صعود كالعاده ووصل لمقاومه. المقاومه الى حد ما عطلته شويه، طلع فوقها بديل. وارد ننزل على الفريم اليومي. النت شكله ضعيف. المهم انه طلع فوقها بديل. وارد بكرة يبقى فيه تصحيح، يعني نعمل شمعة حمراء زي زي الشمعة دي كده مثلا، الشمعة دي، ونرجع من بعدها نكمل الصعود عادي. وارد بكرة تبقى الشمعة كده، بس احنا كده هنكسر خط المقاومة ده وهنرتكز عليه وهنطلع لحد ما نقابل الترند هنا بقى، ممكن عند نقطة 20,000. ده المؤشر الثلاثين. نبدأ ناخد الأسهم واحدة واحدة. أبو قير يا عم، هنفتح في أبو قير. أبو قير زي ما قلنا امبارح، يعني هو وصل قمة بيحاول يصحح من عندها، ياخد ارتكازات. عامل من فوق هنا ارتكاز سلبي بالظبط عند 52.7. طيب المفروض أبدأ أبص على أبو قير إمتى؟ تبدأ تبص عليه هنا عند أول ارتكاز إيجابي، يعني عند 51.4. نشوفه من هنا هيبدأ يعمل ايه، هيعكس الاتجاه ولا لا، او يبدأ يصعد ولا لا، او ان عند 52.7 يطلع فوقها. نجيب خط نركز كده، يجي يطلع فوقها، يطلع فوق 52.7، يرتكز عليها ويرتكز على الخط تاني، ومن ساعتها هيبدأ الطلوع. فاحنا هنراقبه في الحالتين، يا اما ينزل ل 52 او يطلع فوق ال 52.7. في الحالتين دول ممكن نشتريه، اما دلوقتي لا، وهو بيكون كذا ارتكاز سلبي فغالبا هينزل مش هيطلع. ده أبو قير. مصرف ابو ظبي الاسلامي، طبعا الناس اللي ما تعرفش احنا مش بنحلل بنوك غير اسلاميه وما بنحللش سهم الشرقيه للدخان. المصرف ابو ظبي الاسلامي وصل عند خط مقاومه. لو رسمنا الخط دي برضو حته كويسه لو حابين تتعلموها، يعني الخط من هنا لو بصيت على السهم من قبل كده هتلاقيه كان عامله مقاوم، بس هنا كان عامله دعم. عند النقطه دي كان عامله دعم، هنا قلبه مقاومه، اما هنا كان دعم، هنا مقاوم، هنا رجع تاني دعم، فتحركنا تاني ونزل عليه. هنشوف هنا بقى لو عمل اي نموذج ارتداد يبقى هيرجع تاني يصعد، لو ما عملش يبقى هينزل تحتيه. طب هل لما ينزل تحتيه نعمل وقف خساره؟ لان الموضوع ده مهم. الناس اللي مشتركه اللي شاريه في السهم ده والسهم نزل بيها كده، احنا ما بنعملش وقف خساره بالاختراق ولا بنشتري بالاختراق. طيب ازاي؟ وقف الخساره يجي لما ينزل يكسر خط كده. اوقف خساره؟ لا، ما توقفش خساره. امال توقف امتى؟ اما يجي يحاول يطلع تاني ويخبط هنا وما يقدرش يعديها، هنا نوقف خساره. عشان كده ما ينفعش في البورصه، وما تصدقش اي حد يقول لك وقف خساره رقم. احنا حتى عندنا لما بننزل رقم وقف الخساره بنقول ان معناه ان احنا من هنا نبدا نبص على السهم، لكن ما ينفعش نقفل السهم. كذلك في الشراء، يعني مثلا لما قلنا ان الخط ده كان مقاومه والسهم جه كسره بالشمعه الخضراء دي كلها، هل ينفع اشتري هنا؟ لا طبعا ما ينفعش. انت هتستنى التصحيح. نزل صحح هنا وعمل ديل، معناه ان هو محترم الخط، فهنا ممكن تشتري، اداك الاشاره. كذلك لما جه هنا عند الشمعه دي نزل تاني عشان يصحح بس ما عرفش يثبت تحت فطلع، فانت ممكن تشتري فيطلع بيك، وهكذا. انما هنا تيجي تقول لي كده ابيع؟ لا ما تبيعش. طب اخترق ونزل؟ لا ما تبيعش برضه. طب نزل لحد هنا؟ لا ما تبيعش برضه. هو كان ينزل انت مالكش دعوه، تستناه وهو طالع تاني. عرف يعديها لفوق تمام، هو مكمل صعود. ما عرفش يبقى تبيع. ده وقف الخساره الصح. عشان في ناس كتير بتسالني طب ليه ما عملناش وقف خساره، ليه ما بنوقفش عند النقطه دي؟ فوقف الخساره دي مهمه، يا ريت تكونوا فهمتوها. الحاويات، عايزين برضو نحدد حاجه مهمه في الحاويات. احنا قلنا ان الحاويات سهم ايجابي والسهم صاعد وواخد الترند الصاعد وهيكمل صعود.
طيب ده برضو نفس تطبيق للمثال اللي احنا قلناه قبل كده. في هنا عند 27.5 خط مقاومة. طب ما هو بالشمعة الحمراء دي كان كسر خط المقاومة، يعني انت لو شاريه المفروض كنت تقول خلاص بقى انا ابيعه، انما لا، هو طلع تاني يوم بالشمعة الخضراء دي عمل ارتكاز ايجابي من هنا وكسر خط المقاومة اللي فوق تاني. طب تشتري؟ تشتري. ليه؟ لان الترند اصلا صاعد. طب جه من هنا ونزل عادي، نزل يبحث عن مشتري. طب امتى خاف؟ لما نيجي مثلا شمعة بكرة او شمعة بعده، لان هو وارد يروح جاي مكمل نزول كده. لو كمل نزول نخاف، انما نخاف اكتر امتى؟ لو جيب شمعة بكرة عمل شمعة خضراء ما قدرتش تعدي الخط ده، هنا نخاف نقول لا ان السهم كده بقى خطر فنخرج منه. انما غير كده السهم ترنده ايجابي وصاعد وعادي وما فيهوش مشاكل. مثلا حد جه سالني طيب احنا ليه ما استنيناهوش لما نزل كده، لما نزل في شمعة النهارده وبعدين نشتري من هنا عند 27 مثلا؟ طب انت ايش دراك ان هو كان هينزل؟ احنا خدنا الدخول الصح، ادانا الاشاره بارتكاز ايجابي وقفل، فخدنا الدخول الصح. هو نزل حركات سهله يعني عاديه ما نتاثرش، كان ممكن يكمل النهارده شمعة صعود على طول، فاحنا خدنا المكان الصح. هنستنى بقى نشوف الميكر بتاعه هيعمل ايه، بس احنا ماشيين صح في اختيار السهم. انا بحاول اوصل لكم ازاي تختار السهم وازاي تفضل فيه. وبرضه بفكرك بالكلمه اللي قلناها امبارح، انت صياد ولا سمكه؟ كل يوم لما السوق يقفل اسال نفسك السؤال ده، انا النهارده كنت صياد ولا كنت سمكه؟ شوف السهم اللي بعده، اموك لسه في القناه العرضيه بتاعته، يعني مفيش جديد. لو عايز تشتري في اموك تستناه اما ينزل عند الخط ده، وكالعاده يحترمه. يعني ايه يحترمه؟ شوف هنا مثلا نزل من تحتيه بشمعة خضراء وراح جاي داخل بشمعة خضراء تاني يوم دخل جواه، فهو هنا احترم الخط. ممكن من هنا تخش صفقة صعود تشتري يعني. طب لما تشتري من هنا هيتني ينزل بيك ويطلع ينزل ويطلع، بس هو محترم الدعم محترم الخط ده، لما بينزل ما بيخترقوش لتحت، ما بيعرفش يستقر تحت فيطلع تاني. فانت لو مشتري من هنا تحقق المكسب هنا. عايز تخش في اموك تستنى ما يجي عند القناة من تحت وتتأكد انه احترمها وتشتري ويبقى هدفك فوق هنا، او بمعنى اصح عند الديل ده اموك. بانفستمنت ما فيش فيها جديد، هو السهم عموما ايجابي، ده للناس اللي عايزه تستثمر على مدار سنه او حاجه، بس حاليا لا يعني ما انصحش بيه. بيلتون احنا بنتكلم عنه كتير، وهو في المنطقتين دول الحركه بينهم. هو هنا عمل ارتكاز ايجابي عند النقطتين دول، الشمعه الحمراء والشمعه الخضراء اللي بعدها. فاللي عايز يشتري من هنا واشترى شراء صح. طيب ما هو وارد ينزل لحد الاتنين 9، تمام، انت مكمل في الصفقه، انت خايف من ايه؟ يعني السهم عندي احمر، السهم خسران، السهم مش عارف يا عم استحمله عادي. وانت مثلا لو هتشتري في السهم ب10000 ما تخشش من اول مره تشتري ب10000، يعني اشتري ب3 السنه اشوفه هينزل ولا هيصعد. انا عايزكم توصلوا لمرحله ان السهم تبقى انت شاري فيه وتقول يا رب ينزل عشان ازود اكتر، وانت شاري فيه وانت عارف كده، بس لا انت متاكد ان هو صاعد تقول يا رب ينزل اكتر عشان اقدر اشتري فيه اكتر، وهكذا. فبيلتون ايجابي، واللي دخل من نقط معينه فهي نقط ايجابيه، حتى لو نزل لحد ال 92 فانت في الايجابي منه، يعني مفيش مشاكل. تبدا تخاف امتى؟ لو كسر ال 92 ونزل كده مثلا وطلع عند ال 92 معرفش يعديها لفوق راح جاي واقف هنا نخاف نعمل وقف خساره. طب ليه برضو نعمل وقف خساره؟ لان حرام تسيب سيولتك كده بيلتون صاعد على 4 أو 5 شهور، بس الله اعلم هينزل لحد فين. لو كون النموذج اللي انا لسه حكيه ده فالله اعلم هينزل لحد فين، فحرام تسيب سيولتك مقفوله هنا، خدها في حته تانية اكسب منها، واما يجي وقت صعود بيلتون ارجع اشتري تاني. ما تحبش السهم، احنا ما بنحبش السهم، احنا بنحب فلوسنا. ده بالنسبه لبيلتون. سيرة نفس الفكره في المناطق العرضيه بتاعتها مش محتاجه تحليل. إيديتا برضو إيديتا بتروح عند مناطق الشموع اللي هنا، هاتوا النقطه دي، بتروح عند مناطق الديول دي ولسه مش امان، احنا عايزين نكسرها. يعني ده اعلى ديل نجيب عنده خط كده. عايزين ايه بقى احنا من إيديتا؟ عايزين يطلع كده وينزل على الخط يعتمده ويكون نموذج كامل صعودي ونبدأ نشتري فيه ونطلع بيه بقى. ده ايه؟ هرمس
نفس اللي قلنا عليه امبارح تقريبا، مفيش جديد. معرض في منطقة معينة مش قادر يخترقها، اما يخترقها نبقى نشوف، انما لحد دلوقتي يعني ما تبصش فين. اي فاينانس عمل النموذج اللي قلنا عليه، فخلاص يعني هو كده اعتمد ان احنا هنكمل صعود بعد ما نخلص النموذج ده. من هنا نبدأ نعمل ايه؟ ممكن نشوف له صحيح، تيجي من ديل الشمعة الخضراء تطلع لأقصى شبع. هو في الجولدن زون بتاعت الفوبوناتشي، بس ليه يعني مش سهل ما تخشوش. هو تحليله المفروض على التحليل الفني هو كويس، بس ليه تخش سهم زي ده؟ قشطة يعني هو كويس. القبضة الكويتية زي ما حللناها امبارح يظل محترم المنطقة الصفراء اللي قلنا عليها، بينزل الديل يوصل لها وما يقدرش ينزل تحت اكتر من كده، فهو معرض في المنطقة دي. احنا مستنيين الميكر بتاعه والمشتري بتاعه يطلع لنا بيه. انما انت لو في سهم زي القبضة سيبه 4 5 6 شهور يعني عادي يعني، دي السهولة مضمونة، لان صعوده من هنا هيوصلنا لفين؟ هات الفريم الاسبوعي. كسر مناطق الديول دي اول حاجة هيوصلنا ليها هيبقى عند 40 مثلا. شوف نسبة ربح كام في المية لو انت مشتري من دلوقتي، فبراحتك خليه، مش هيجرى حاجة. دي القبضة. نشوف السويدي عند خط المقاومة اللي قلنا عليه، وعمل شمعة إعادة اختبار، بيحاول يختبر المقاومة. بيحاول يختبر الخط ووقف عليه. بكرة لو عمل ده الفريم الأسبوعي، خلينا نجيب اليوم، عمل هنا ارتكاز إيجابي، طلع وبدأ اليوم أصلا أعلى الخط وثبت فوق. بكرة لو كمل شمعة خضراء لفوق هيرجع يكمل الصعود، لكن من الآراء إنه ممكن ينزل تحت شوية. زي ما قلنا في الأول إن السوق ممكن بكرة يبقى هابط، فبما إن السعودي من الأسهم القيادية فغالبا هيبقى هابط شوية لحد ما يطلع ونشوف قدر يرتكز كده. يعني لو بكرة جاب الشمعة الخضراء وقفل بها فوق الخط بالجسم الكامل يبقى السعودي هيكمل صعود. ده بالنسبة للسعودي. على فكرة بقى بالمناسبة برضه، لو عمل الشمعة الخضراء اللي أنا قلت لك عليها فانت خلاص كده عرفت ان هو هيكمل صعود. طب انت دخلت اشتريت ولقيت تاني يوم هبط، هل بقى تخش وهبط تحت الخط ده مثلا، هل بقى تخش تقول انا غرقت ده السهم بيقع؟ يا حبيبي حقيقة الاتجاه صاعدة، الاتجاه صاعد. الحركات دي اللي بيتلعب عليك بيها، انت خليك صياد. انت خلاص خدت حقيقة الاتجاه وتأكدنا ان هو صاعد، انت صياد دلوقتي، اصطدت خلاص. السمكة بتعاند من تحت بس كده كده هتطلع في ايدك، انت السنارة غمزت خلاص كده هنصعد. فدي برضو نظرية طبقها في كل الأسهم. ده السويدي. نجيب حديد عز. لو تلاحظوا على فكرة ان انا كان ممكن مثلا ابدأ بالشارت نفسه او الشاشة اللي قدامي عليها كل التحاليل، بس لا، انا حابب نعملها سوا بحيث انا لما احب اعمل تحليل لنفسي انتوا تشوفوا انا بعمله ازاي وتستفيدوا، فنعملها سوا عادي. حديد عز نجيب له الفريم الاسبوعي، نرجع على يوم لحظة. في تصحيح الفوبوناتشي ديل الجولدن زون، تاني يوم عمل ارتكاز ايجابي من هنا. فانت لو بعد الشمعة دي اشتريت في حديد عز، لما يعمل الارتكاز الايجابي بتستنى ان هو يصعد. تمام. المفروض في العادي لو الشمعة دي صغيرة وقفلت هنا مثلا تشتري، انما هو طلع لحد ما وصل لمنطقة مقاومة، هو عامل عندها ديول كذا مرة فما تشتريش. طب تعمل ايه؟ الحاجات دي هتيجي بالخبرة. يعني لما تبقى خبير اكتر هتفهم ان انت لو الشمعة قفلت موازية لاختها الحمراء كنت تشتري، انما هي قفلت اصلا في منطقة مقاومة، فانت هنا المفروض تستنى ايه؟ نعمل خط هنا على المقاومة. المفروض تستنى ان الخضرة دي لما قفلت بديلها هنا، تيجي بعدها واحدة خضرة تانية تطلع فوق، بس كده لا، تستنى واحدة حمرا تنزل وما تقدرش تكسر الخط ده لتحت، من هنا تشتري. فساعتها تتأكد ان حديد عز صاعد. حد هيجي يقول لي ده وصل لقمة تاريخية اكيد هيهبط، لا مفيش العبط ده، عادي. كان من سنة ب16 جنيه ودلوقتي بقى بحاجة و50، فمفيش حاجة اسمها قمة تاريخية. البورصة دايما صعبة، الفكرة انت داخل ازاي وداخل امتى.
ده حديد عز. سبيد ميديكال. اسهم القروش كالعاده يعني انا ما بحبهاش، فهو الحركه فيه تعتبر السهوله فيه ضعيفه، الحركه بطيئه. ممكن نعمل تصحيح فيبوناتشي. جوه تصحيح الفيبوناتشي نمسح القديم. انا بحاول احلل دول عشان لو حد فيهم يعني بس برضو كالعاده يعني ليه تحط نفسك في المواقف دي. سبيد فعلا احترام خط الفيبوناتشي، بيعمل عليه نجيب الخط، احترام خط الفيبوناتشي اللي هو ال5 ده، وعمل ارتكاز ايجابي من عليه، فكده هو غالبا مايل للصعود. بس ليه تحط نفسك في سهم زي ده يعني؟ بلاش. بس السوق عندك مليان. كذلك برضو اللي بشوفه كتير، السهم اللي يصفر في يوم وانا هخش سهم كذا عشان يصفر. ايوه، ما تشغلش بالك بالحاجات دي. ممكن لو دخلتها كتريده محسوبه بفلوس انت مستعد تخسرها خشها، انما في العادي لا، يعني ما تحطش الحاجات دي في دماغك. خليك في الاسهم القويه اصلا، تكسب فيها مكسب 7-8% على اسبوعين او 3 احسن من انك تكسب 20% في يوم بس المكسب مش مضمون. خليك هادي، خليك راسي، بحيث مثلا وانت لو طالب في كليه او واحد تشتغل او ما تجيش الصبح قاعد كل شويه تفتح الشارت وتحدث ويا ترى السهم احمر، السهم اخضر، السهم مش عارف ايه. خليك راسي عادي يعني. دول 4 ساعات ما ينفعش يشغلوك كده. فوري مناطقنا اللي قلنا عليها امبارح ولسه هابط، وانا بقرا ان فوري هو الترمومتر بتاع البورصه. طالما هو هابط فده دليل على ان ممكن يبقى في بكره تصحيح. فوري هيهبط لفين؟ عنده اول خط مقاومه عند 5.46، تاني خط مقاومه عند 5.42، وتالت خط دعوم بقى، معلش طالما احنا نازلين تبقى دعوم، واخر حاجه خالص من تحت 5.03. ان شاء الله ما يوصلهاش يعني، احنا السوق بتاعنا مش وحش للدرجات. فوري الشمس للاسكان زي ما قلنا امبارح يعني مش محفزه خالص. طب امتى تبقى محفزه؟ الشمعه الحمراء دي اللي انا بشاور عليها واختها الخضر والحمراء اللي بعدهم يتكسروا لفوق بقى، يعني ننساهم يبقوا ماضي بتاعنا، ساعتها يبقى السهم ده ايجابي ويروح لل13 تاني. غبور زي ما قلنا امبارح كسر الخط اللي كنا رسمينه، يعني هنا بقى دي حاجه اهي كويس، ده كلام كويس. انت لو شاري في غبور مثلا منين؟ قول من الشمعه الخضراء دي، من هنا خد الشمعه الحمراء دي ونزل، ما جاش لخط المقاومه، انت في التمام. الشمعه الحمراء دي ونزل، ما كسرش لسه الدعم، انت تمام. طب هنا بدأ يكسر، تخاف شويه. طب هنا كسر واستقر تحتها، تخاف شويه. لما تجيلك الشمعه دي وتطلع الشمعه الدوجي دي وتطلع وما تقدرش توصل لخط المقاومه، لا هنا تخاف جامد. اخرك بكره لو ما طلعش وكسر الخط ده لفوق يبقى لا، السهم ده اقفله، هو خسران، هينزل اكتر. ده غبور. نروح لموبكو. ممكن التحركات فيه زي ما قلنا امبارح، احنا عايزين يطلع فوق المنطقه الصفراء ويستقر عليها، ساعتها هيسقط. غير كده يعني لعب، اللي عايز يخش تريدات من تحت من هنا وياخد ربح من فوق تمام. وراسكوم لسه بيوصل النزول للبحث عن مشتري. نجيب بس الفريم الاسبوعي تاني. هو في الجولدن زون بتاعت الفيبوناتشي، يعني بيقول للناس اللي هو ايه، انا لسه ماسك نفسي، بس لا غالبا هيكسر عشان يجيب مشتري، لانه بقاله فتره معرض في الحتت اللي فوق وما لقاش، فممكن يكون المشتري مستنيه تحت. طب المشتري اول لما هنستناه فين لو احنا عايزين نخشه؟ نجيب الخط نستناه هنا، ده كام؟ 102.9، يعني نقول 103. طب اول لما يوصل ل 103 اشتري؟ لا دي محتاجه اشاره، احنا بنبقى نقول عليها في قنواتنا اللي هسيب لك الرابط بتاعها في التعليقات. طب وراسكم التانية نفس الفكرة، بس الكسر ده لسه ما عملش زي امبارح، ده زي السهم التاني. نجيب فريم اليوم نتأكد. لا ده لو انت فيه اخرج. طب ليه نخرج؟
لأن شايف الشمعة الحمراء بتاعت امبارح وشمعة النهاردة، الجسمين التقوا ببعض، تلامسوا ببعض، والاتنين كملوا هبوط، فلا اخرج يعني مش سهم كويس كده، هينزل تحت اكتر. طب لو هينزل هنستناه فين؟ هنستناه عند 906. لما يوصل لها اشتري، لا بيبقى في اشارات للشراء. طب لو نزل تحتها اكتر استناه فين؟ استناه عند 904. طب لو وصل ل 904 اشتري، لا بيبقى في اشارات للشراء احنا بنقول عليها. عشان كده ده الفرق بين المحلل واللي لسه متعلم وعايز يطبق. يعني ما تغامرش بفلوسك، ليه تخسر فلوسك في تعليمك؟ لو انت متعلم وعايز تجرب، روح جرب على حسابك التجريبي، ما تجربش بفلوس حقيقيه لحد ما تاخد الخبره. في بالم هيلز بيحاول، بس لا يعني اول حاجه عايزين نشوف عندها بالم هيلز فين 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 يا ارمط. لسه بالم هيلز امتى كنا نشتريه؟ ده برضو حاجات تتعلموها كتحليل. الترند هابط، نجيب النقطه اللي بنرسم عليها. الترند هابط، كسروا بشمعه اهي حلوه اهي، في ناس تخش تشتري، لا انت المفروض ما تشتريش كده. خد الشمعه دي وعاد الاختبار تقريبا على راس القناه الهابط، حلو اهو بيكمل النموذج. نستنى بقى الشمعه دي لو كانت خضره لفوق كنا نخش شراء، غير كده لا. فهو فعلا كان غير كده وكان ينزل. التأكيد بتاعنا ايه؟ لما يكسر القناه الهابطه لفوق ويرتكز عليها. طب نشتري؟ انا بصراحه شايف انه لا، شايف تستنى هنا عند 2.05 اما يطلع فوقها ويرتكز ويديك تمام ان هو كده خلاص ارتكزنا وباقي الدعم مش مقاومه، ممكن تشتري. القلعه احنا ايه، هنحاول نبقى اسرع في الاسهم الجايه. القلعه القلعه بتحاول ترجع، بتحاول وشكلها عايزه، لانها ايه، نجيب الاداه، لانها راحت هنا بديل كسرت دي، بس احنا عايزين نركز عليها بعدها نشتري. سيدي كرير سهم كويس جدا. لما تيجي من هنا تلاقي مثلا ان هو احترم جولدن زون فيبوناتشي وعمل ارتكاز ايجابي وصعد بشمعة حلوة. شوف نص الشمعة ايه، مش زي حديد عز ما راحش الديل عند منطقة هنا مقاومة، لا عمل نص الشمعة. فتشتري انت وانت مطمن، ويبقى اول هدفك عند اخر هدف عند الفيبوناتشي هنا 26.1، وتاني هدف هنا. وارد يطلع اكتر، وارد يطلع اكتر، يعني هترجع تقول طب انا خسرت، لا انت ما خسرتش، انت وارد يطلع اكتر، بس انت كده خدت مكسبك الآن. ما لما يطلع ينزل تاني، وما ينزل تاني اشتري، مفيش فرصة بتضيع يا جماعة، يعني عادي. سيدي كرير هناخد طلعت مصطفى زي ما قلنا خد الديل، مش هيقدر يكمل صعود. اعتقد ان هو هينزل يصحح عند النقطة دي اللي هي 10.9. من هنا لو ادى اشارة ممكن نخش شراء. طلعت مصطفى. المصرية للاتصالات قلنا انها محتارة بين الدعم ده والمقاومة دي، ده هي اوقات كمان ما بتوصلش للمقاومة دي، بيبقى اخرها هنا. فانت لو عايز كنت تشتري امبارح من هنا وتبيع فوق بس. انما الشمعة الحمراء دي اخرها هيبقى فين؟ اخرها هيبقى هنا، ده لو هبطت يعني وبعدين هترجع تاني. فانت لو فسهم زي ده كويس يعني، ما تسيبوش. النساجون يعني صعد، جاب النهارده ال17 اللي كنا بنوصي عليها. ده كان سهم مجاني على قناتنا العامة، نزلناه من حوالي اسبوعين. احنا عموما كل اسهمنا كده يعني. فجاب الهدف اللي احنا قلنا عليه. اما نشوف ليه اهداف ابعد ولا لا. ليه اهداف ابعد بتبقى هنا مثلا عند ال17.7. بس لازم ايه، دي برضو حته مهمه. نجيب خط افقي، شايفين الديول دي لازم ينزل يصحح عندها، يعني خلاص احنا وصلنا وصعدنا، لازم ينزل يصحح هنا. لو اداني اشاره هنا ان هو خلاص قلب دي دعم بدل ما كانت مقاومه، الديول دي يعني مقاومه، لو اداني اشاره ان دي بقت دعم تشتري تاني وتبيع عند ال18 كده. اسهم التلاتيني عشان الفيديو ما يطولش هنزل دي
وهاخد الاسهم المهمه في السبعيني بالمؤشر احللهم سريعا وانزلهم بره. ما هسيب لكم لينك القناه في التعليقات في اول تعليق، وان شاء الله تشرفوني هناك ويكون الشغل عجبكم. لو عندكم اي اسهم عايزين نحللها سيبوها لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.